وينك يا ابو دجانة وتشوف ايش صاير معانا، حتى ما يقدر ياكل تنشط وشلانا. يقول الحديث انه ابو دجانة كان يصلي ورا الرسول صلى الله عليه وسلم بالمسجد، فمرت عليه فترة من الفترات مجرد ما خلص صلاة يطلع على عجلة من أمره، فمرة مرتين ثلاث لاحظ الرسول صلى الله عليه وسلم هالأمر، فاستوقفوا بأحد المرات وسألوا قالوا أنه أبو دجانة ليش قاعد تطلع مستعجل، يعني أما لك حاجة عند الله تقضيها؟ فقال له بلى يا رسول الله، ولكن بيلي جار يهودي عنده نخلة، وهاي النخلة مطلة على بيتي، فجعت ساقط تمر من تمر هاي يسقط عندي بالحوش بالبيت يعني، فأروح على عجلة من أمري أخاف أنه يستيقظوا أولادي ويأكلوا من هالتمر هذا، فأني قبل ما يقعدون ولدي أروح أجمع هالتمر هذا وأرجعه لصاحبه قبل ما يأكلون منه شيء ولدي، لأنه بأحد المرات أكل منه واحد من ولدي أكل تمرة وبلعها ومديت إيدي بحلقه وطالعتها مشان أنه ما يدخل جوفه حرام. فالرسول صلى الله عليه وسلم راح على اليهودي واشترى منه التمرة ووهبها لأبو دجانة، واليهودي لما شاف عظمة الموقف وشاف انه شلون دين الإسلام انه ما يبلعون الحرام ما يأكلون الحرام، جاب عيلته كلها وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فوينك يا أبو دجانة تجي علينا بهالزمن هذا وعلى سوريا حصرا وبالتحديد محافظة الرقة، وتشوف البلع، شوف البلع شلون انت ابنك بلع تمرة مديت ايدك بحلقه وطالعتها. تعال علينا هنا انت رافقنا اني وانت كم نهار واشوفك البلع شلون. اول واحدة اخذك على رئيس الجمعية الغنامية، اشوفك بالجدول مسجل الحال 3000 راس غنم يقبض عليهن علف، وباقي شعب الرقة كلياته ب10 نعجات، يعني طلعت الثروة الحيوانية بسوريا كلها ملك رئيس الجمعية الغنامية. أخذك بعده على رئيس الجمعية الزراعية زاد، ما ننسى هذا، زاد مسجل الحال 3-4 آلاف دولم يقبض عليهن مازوت ويقبض عليهن سماد وبذار، وباقي هالشعب كلياته يا دوب عندهم 10 دوالم. هذه موثقة ترى بالجداولها، يعني بالعين حصتهم وحصة غير. هذا البلع، هذا البلع المضبوط مو تمرة. تعال أخذك على بالكازية أشوفك شلون يجي طلب البنزين 4000 لتر ويجي طلب المازوت تبع السيارات 4000 لتر، يعبي له 4-5 سيارات وينام على الباجي يبلعهن. حاجة تسوى البلعة، يعني 4000 لتر الواحد متورط ومتورط يبلعهن بلعة تسوى، حتى نفات على جهنم يعني تسوى الفوتة، مو فايت مشان تمرة. تعال أخذك على المنظمات. المنظمات عندنا اللي على أساس أنه بعثوا لنا المساعدات، هذول قوم الذين كفروا وعملوا السيئات، جت المساعدات منهم على أساس أنه قاموا هنا منه تشلوها الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تشلوها عباد الرحمن المسلمين. تلاقيهم استأجروا بناء بالشهر 3000 دولار، جابوا لهم شي 16-17 فان، اجار الفان 2000 دولار، وظفوا لهم شي 200 واحد بالواسطه، راتب الموظف 2000 دولار، حطوا ميزانيه اللي جت من قائد مساعد لهالعالم كلها رواتب موظفين وفانات واجرات، وظلت العالم جوعانه ما حدا اخذ شيء، يعني بلعه من الحصه. هاي بلعه زاد تستاهل تسوى. ايش احكي لك؟ شو اريد احكي لك على البلعه اللي عندنا؟ شو اريد احكي لك؟ يا يما يلونك بس تجي وتشوف البلع عندنا شلون. كان ألا تروح ترجع تعتذر من ابنك وترجع له التمرة وتقول له بلعها ابني بلعها وبلع لك وراها 7-8 تمرات النوب. لا نعم أشهد بالله عندي آني نعم، إذا أقول لك إنه فعلا أحاول إني أبلعها هالموقف وهالشيء جاي يصير أريد أبلعه، ما قاعدين بلع معي، أنا الوحيدة اللي ما بلعت شيء لحد الآن.